الحمص. وده الشكل النهائي لطبق الكشري الجميل يا حبايبي بتاعنا، الكشري المصري على اصوله. حبايبي الحلوين السلام عليكم، ورجعت لكم تاني في فيديو جديد من مطبخ ماما الاقتصاد. ان شاء الله يا حبايبي النهارده هنعمل الكشري المصري الاصلي بتاعنا. هنعمل يا حبايبي الكشري ده يعني في كشري حله وفي كشري محمر كده. انا هعمل كله مسلوق، هعمل بتاع المحلات اللي بيموتوا فيه شبابنا واولادنا في الاكل بتاعه. يعني تعالوا نشوف المكونات بتاعته ايه. هي حاجات كتيره شويه بس على السريع كده هنعمل مع بعضنا ان شاء الله. اول حاجه يا حبايبي انا معايا طبعا الرز ده حاجه اختيار، يعني الكميه اللي انت عايزاها، بس انا عامله كميه كبيره حسب افراد اسرته حسب اللي انا عايزاه. المكرونه كيلو الا ربع مكرونه، و300 جرام اسباجيت، والرز برده كيلو الا ربع، ومعايا كيس شعريه، ومعايا هنا حمص رفيع ربع كيلو بلاه من امبارح بس لسه هيترفع على النار طبعا، ومعايا ربع كيلو عدس بجبه برضه هيتغسل ويترفع على النار، ومعايا بصل طبعا للتحمير للمجرمشات، يعني كده هيبقى مجرمش كده على وش الكشري ان شاء الله عشان عيالنا يحبوه. ومعايا كميه طماطم حلوه، انا معايا 2 كيلو طماطم، انت براحتك الكميه اللي انت عايزاها على حسب الكميه اللي انت هتعمليها. هرفع دلوقتي يا حبايبي الحمص على النار، وهرفع العدس، وهحمر الشعريه، وهنخلي الرز والمكرونه ده للاخر خالص، وهعمل الصلصه برده هرفعها على النار، وبعدين هنرجع مع بعض نحمر البصل مع بعضين. تابعوا يا حبايبي الفيديو للاخر، لان في تكايه كده بتاعت المحلات هقول لكم عليها في اخر الفيديو ان شاء الله، هي اللي بتخلي ولادنا حابين الكشري بره خالص عشان ما ياكلوش حاجه من بره تاني. الصلصه يا حبايبي على النار هتبدا تستوي، والشعريه حمرت الشعريه معلقه زيت، حمرت الشعريه تحمير عادي خالص. هضيف دلوقتي الميه عليها، وهضيف حبه ملح اظبط الملح بتاعي. وهنا الصلصه خلاص جربت تستوي اهي. المفروض ان انا اعمل فص توم وازيد عليه الطماطم، لا انا مش حابه التوم، كفايه التوم في الدجه هحطه، فحطيت الصلصه بس على النار، وهضيف ليها ملح وكزبره ناشفه بس وخلاص. وهنا عملت البصل يا حبايبي اهو، فقطعت البصل دواير. وهنا العدس استوى، العدس مجرد ما غلى 3 غلوات بس، وجيت رافعاه للنار على طول استوى اهو. والحمص كمان هنا اهو استوى برده، وراكم حبه الحمص مستويه ازاي اهي، استوت خالص اهي ما شاء الله عليها. العدس يا حبايبي نخليه شديد شويه، وهتصفي العدس من الميه وهركنه في طبق كده من غير الميه بالمغليه اللي هو فيها ديت. ده البصل حطيت الزيت هنا اهو عشان البصل بتاعنا يتجرمش وياخد لون ذهبي جميل. معلقه نشا كده، وهبدر بيها البصل قبل ما ينزل في الزيت بالشكل ده كده. بسم الله الرحمن الرحيم. باقي طبعا معانا الدجه لسه نعملها، الخل والليمون والثوم، وباقي الشطه كمان. هحمر البصل يا حبايبي لغايه ما ياخد لون ذهبي، وهزيد الشعريه بالميه بتاعتها وتستوي، وهنرجع مع بعض ونشوف احنا بنسلق الرز والمكرونه ان شاء الله. خلاص كده يا حبايبي حمرت كميه البصل اللي عندنا، بس ما شاء الله البصل لونه ذهبي عامل ازاي. شايفين كميه قد ايه ما شاء الله. الكشري ما يحلاش من غير البصله دي، وعشان حطيت حبه النشا الزيت زي ما هو، البصل ما شربش بصل خالص، زيت خالص وناشف ومجرمش ما شاء الله عليه. دلوقتي هنعمل مع بعض الدجه ونسلق الرز والمكرونه. تعالوا نعمل الدجه مع بعض. معايا هنا يا حبايبي معلقتين توم مفروم كبار، معلقتين كبار توم، ومعايا 4 ليمونات كبار عصراهم بسم الله، وزيهم خل بسم الله. زود الخل شويه عادي لان هنضيف معاه بسم الله. نعمل الكوبايه ميه من المج ده ميه بسم الله. اهم حاجه في الكشري بتاعنا الدجه. الكمون معلقتين كمون كبار بسم الله الرحمن الرحيم. هصفيه بمصفى ناعمه، بس هركنه الاول حوالي 5 دقايق على ما اعمل الدجه بالشطه بسم الله. تعالوا نعمل الدجه بالشطه هنا. الزيت بتاع البصل يا حبايبي اللي انا حمرت فيه البصل بسم الله، اخد كبشه منه كده
الشطة الحراقة السوداني اللي احنا طحنينها. بسم الله. واحد. الشطة دي اختيار على فكرة، بس الكشري ما يحلاش برضه من غيرها. بسم الله الرحمن الرحيم. هولع عليها البوتاجاز، الزيت يغلي. غلى الزيت بالشطة يا حبايبي اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلصة تحت الكشري. بسم الله. خلاص كده تمام. ودقة الشطة ودقة الكمون والخل والليمون جهزت. باقي معانا هنسلق المكرونة زي ما قلنا، هنحط المية وحبة زيت وحبة ملح، وهنسلق المكرونة وهنسلق الرز نفس الحكاية، واقدم انا وحبايبي مع بعض ان شاء الله. خلاص يا حبايبي سلقت الرز والمكرونه اهو. سلقه المكرونه الاسباجيتي في المكرونه العاديه مع بعضيها. بص ما شاء الله عليه مفلفل ازاي. تعالوا لسر الكشري بتاع المحلات. بسم الله الرحمن الرحيم. الزيت بتاع البصل يا حبايبي بعد ما بيخلصوا كده بيروحوا واخدين حبه زيت كده بالبصل، تطعم الرز وتطعم المكرونه وتديه لون ذهبي جميل. ده حقيقي يعني، شفتها في محل الكشري والله، وبتعمل ريحه حلوه خالص للرز والمكرونه. بسم الله. تمام كده. هنبدأ نقلبه كده بتعطيل عشان يشرب من ريحة البصل الجميل ده. بصوا اللمعة، خد اللمعة ازاي. وكمان انا حطاه يا حبايبي الميه اللي انا صفيته منها. بصوا حاطه الطبق اهو، حاطه الميه السخنه اللي هي المغليه اللي نازله منه تحتيه، بس شطفت المكرونه بميه من الحنفيه علشان مهما فضلت معاك، لان ده كميه كبيره ما شاء الله مش هتعجن منك. ولو حطيتيها في حله ورفعتيها على النار بعد كده برضه هيتفلفل وهيبقى زي الفل سخن كانك لسه عاملاه. بص الرز بالحبايه ازاي ما شاء الله عليه وابيض منور. وهنا الشعريه بتاعتنا. يلا كده اظن هنقدم، بس الرخامه بتاعتي ضايقه مش عارفه احط كل الحاجات. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدا طبقه رز خفيفه. بسم الله. كمية كشري ما شاء الله تكفي 20 نفر، يعني هتكفي 3 أسر بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. حابين تسيبوا المكرونة الأسباجيتي زي ما هي كده عادي سيبوها، بس أنا مكسراها علشان الأطفال، عشان ده يتاكل بالمعلقة طبعا. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما حطيت الشعريه هضيف حبه رز وحبه مكرونه تاني، هخلي الشعريه كده في النص. التسبيك ده حاجه بتاعتكم انتوا، يعني ايه رصه الطبق ديت يعني تفتح النفس، العين لما تشوفها كده النفس تتفتح ليها وتاكلها. بسم الله. بالشكل ده. عندي هنا العدس. العدس يا حبايبي اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. معلش انا شلت الحاجه لان الرخامه زي ما قلت لكم صغيره، فمش شايله كل الحاجات والكميات كبيره ما شاء الله. الحمص. خلي الحمص كده شويه عشان الصلصه. هنا الدجه. بسم الله. الله على الريحه. بسم الله ما شاء الله. اما الشطه انا مش هضيف يا حبايبي، الشطه دي اختياري. هنا الصلصه طبعا. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. كل واحد هيزود براحته بعد كده. تعالوا البصل اللي انتم شايفين بيخربش ازاي، ناشف ازاي. بصوا ما شاء الله. بسم الله. لو حابين تزودوا حمص تاني زودوا، مفيش مشاكل، يدي طعم جميل.
وده الشكل النهائي لطبق الكشري الجميل يا حبايبي بتاعنا. الكشري المصري على اصوله، بسم الله ما شاء الله، وبالهنا والشفا للي هياكلوه واللي هيجربوه ان شاء الله. حبايبي ما ينسوش يعملوا لايك وشير واشتركوا في القناه عشان ان شاء الله يوصلهم مني كل الوصفات السهله السريعه باذن الله.